الفيديو ده إشارة ليكِ لو ما عملتيش الskin care بتاع العيد لحد دلوقتي لأي سبب من الأسباب يالّا اعمليه بسرعة. وإحقاقًا للحقوق الفيديو ده كله برعاية شروق وإسلام. البلوجر دي بجد بتنزّل حاجات تحفة كskin care. أنا عايزة أقول لكم إن أنا الskin care بتاع العيد السنة دي كله عملته على ضمانتها وحرفيًا خلّى بشرتي في حتة تانية خالص. يالّا بقى بينا نجهّز أول ماسك. هنعمل كمية حلوة من الكركديه المطحون باودر، هنحط عليه معلقة سكر كبيرة مطحونة برضه، معلقة نشا ومعلقة جل صبار، وكمان معلقة لبن أو عسل نحل براحتنا، وهنعمل ميكس 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 ونحطه على وشنا لمدة تلت ساعة على الأقل. بس طبعا ما ننساش نغسل وشنا بالكلينزر الأول، أنا بستخدم ده الفترة دي. يلا بقى بينا نجهز الماسك التاني. أول حاجة هنستخدمها لبان ذكر، أنا للأسف ما عنديش منه غير مكون واحد بس، والباقي هجتهد فيه اجتهاد شخصي. هو المفروض محتاجين له جيلاتين وصمغ عربي، أنا ما عنديش صمغ عربي بس عندي بديل الجيلاتين من وجهة نظري وهو جيلي الفراولة. طبعا احنا مش هنوقف الدنيا يعني، فيلا نجيب العيد بما ان كده العيد جه. انا عايزه اقول لكم ان ده تقريبا الماسك الوحيد اللي ما ظبطش معايا، ما عرفتش اعمله بصراحه كويس، بس اقسم بالله برضو نتيجته تحفه وهو مش مظبوط. هو صحيح شوربه مش ماسك بس اتس اوكي برضو نجح جدا. انا عايزه اقول لكم انا فضلت ازود كل المكونات واعمل ميكس 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 كذا مره مفيش فايده، بس ان شاء الله المره الجايه هجربه واقول لكم نتيجته. ويلا بينا بقى. الماسك التالت عبارة عن معلقة كبيرة من حبة البركة المطحونة ومعلقة كبيرة من الطحينة ومعلقة كبيرة من الزبادي. هنعمل ميكس ميكس ميكس. وكمان في انا ما كنتش مصورة الجزء ده بس كمان مفروضة هنضيف عليه جل الصبار. جل الصبار اختياري، الاساسي حبة البركة زبادي وطحينة. جماعة حرفيا بشرتكم هتبقى خطيرة، يلا قوموا اعملوا.